يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسيش لو عجبك تحطي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ ستريبس، وهنعمل جنب منها مقلوبة. هو بيبقى جنب الفراخ المقرمشة دي عادة يعني بيكون رز الريزو اللي هو الأصفر، لكن احنا بنحب المقلوبة أكتر، فقلت إن أنا هعملها بدل الرز الأصفر العادي يعني. دلوقتي في البداية أنا غسلت الفراخ زي ما انتوا شفتوا وصفتها، غسلتها كويس قوي وصفتها من أي مية هي فيها. دلوقتي حطيت في البولة دي كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، ومعلقة صغيرة من كل البهارات اللي أنا هقولها دلوقتي. كركم معلقة صغيرة، معلقة بصل بودر، توم بودر، 7 بهارات فراخ، مكعب مرق، ومعلقة جنزبيل، ومعلقة شطة او نص معلقة شطة على حسب ما انت بقى لو بتحبي الحراق او لا. حطيت كمان بضاية، وهحط كوبايتين مية وهقلب كويس جدا لحد ما قوام الخليط عندي يبقى عامل زي شبيه بقوام الكيك كده. تمام، هقلبهم كويس قوي، وبعدين هضيف فيهم الفراخ، ودي هتكون التتبيلة زي ما انت حابة بقى تقعديها. كل ما هتقعديها في الفراخ هتطعم اكتر. عايزة تقعديها نص ساعة، تبيتيها ليلة، زي ما تحبي تعمليها في نفس الوقت، زي ما تحبي. فدلوقتي شايفين انا بقلبها كويس جدا عشان مش عايزة فيها اي تكتلات ولا اي حاجة تكون يعني مكلكعة فيها كده، والبهارات تكون اندمجت كويس. ودلوقتي قلبتها كويس اهو، والخليط غامرها كلها، يعني كل قطعة في الفراخ متغطية كويس قوي بالخليط اللي احنا عملناه ده مع بعض. دلوقتي هركنها على جنب، وهبتدي اعمل بقى في الكفر الخارجي اللي هو هيبقى على الفراخ من بره. برضو هحط كوبايتين دقيق، وبرضو نص كوباية نشا، ونص معلقة بيكنج باودر. ونسيت اقول لكم ان برضو في التتبيلة السايلة برضو فيها معلقة بيكنج باودر. وكل البهارات اللي حطيناها في التتبيلة السايلة هي اللي هنحطها في التتبيلة الجافة دي اللي هو الكفر الخارجي، مفيش اختلاف. بس انا نسيت اقول لكم في التتبيله السائل ان كان فيها معلقه بيكنج باودر، فدلوقتي افتكرت. هركن بقى اللي احنا عملناه ده على جنب، وهروح احضر الرز عشان اخلصه، يعني ابقى شغلت عليه وابتدي اقلي. جبت هنا بصلتين قطعتهم جوانح كده شرايح، وحطيت شويه زيت. الطاسه ما كانش عاجبها عين البوتاجاز، مش عارفه ليه، كان الشبكه فيها حته عاليه وحته واطيه، فكانت كل شويه عماله تحرك في الطاسه، ما كانتش راسيه. فبقلبها كويس. او اول ما البصلة بتاعتي بلونها بيصفر كده زي ما انتوا شايفين، بحط حوالي 7 8 فصوص توم، على حسب انتوا لو بتحبوه كتروا اكتر من كده. بيدي طعم جميل قوي في المقلوبة، وكمان بنتي بتحب تاكله كده الفصوص مع الرز، يعني بتبقى تحفة. اول ما التوم كده برضو صفر، نزلت بقى عليهم بكركم وبقوا 7 بهارات، وملح ومكعب مرق. وعايزه اقول لكم ان برضو في التتبيله بتاعه الفراخ انا حاطه ملح، بس مراعيه ان في مكعب مرق، لان المرقه بتبقى برضو حادقه، فانت تظبطي الحدق بتاعها زي ما انت حابه، بس التتبيله نفسها فيها ملح سواء في الجافه او في السايله. حطيت كمان دلوقتي عود قرفه. هشوح البهارات معايا كده لحد ما ريحتها تطلع، وهبتدي اكون غاسله حوالي كيلو الا ربع رز. هنزل بيهم بقى كده واقلبهم، اديهم تشويحة كويسة كده. انا جهزت الرز علشان ارص بقى الخضار اللي انا هحطه في المقلوبة، وابتدي يبقى الرز معايا جاهز احطه عليهم واسقي. دلوقتي خلاص كده
هكون انا محضرة معايا قلية بتنجان وقلية بطاطس ومجهزاهم. في الحلة اللي انا بقى هحط فيها المقلوبة، بحط في قاع الحلة دول بصلتين بقطعهم دواير كده، بس تكون تخينة ومحملة، بحيث انه لو الحلة معايا اتلسعت من تحت او حاجة ما يوصلش للخضار من فوق. وفي نفس الوقت البصل ده بيبقى طعمه جميل جدا، بيستوي على سوى الرز وبيبقى طعمه تحفة. فحطيت هنا البصلتين قطعتهم حلقات تخينة، وكمان حبيتين طماطم برضو قطعتهم طرنشات تخينة كده وحطيتهم فوق البصل. وهبتدي دلوقتي اضيف بقى البتنجان والبطاطس اللي انا محمراهم، بس هحط البطاطس تحت الاول لان البطاطس بتستحمل برضو عن البتنجان. فبرص البطاطس كده الاول، وبعدين هحط البتنجان، وبعدين الرز بقى ايه هحطه فوق منهم. لو عندك بقى شوربة هتسقي بشوربة، ما عندكيش طبعا انت مبهرة الرز ومملحاه والدنيا زي الفل، يعني بتبقي مظبطة الملح انت طبعا وضايقاه، وهتضيفي بقى مية مغلية. هنا كده انا كنت خلصت بقى البتنجان بتاعي كله. انت بقى وذوقك بقى، بتحبي البتنجان والبطاطس كتير فيها، كمان ساعات بحط حمص الشام ببقى سلقاه واحطه معاها، بس انا ما كانش عندي برضو، بيبقى طعمه جميل قوي. دلوقتي بقى انا حطيت الرز اهو، وهكون محضره الميه كده في الكتل، وهبتدي اضيفها على طول. زي ما قلتلك لو في شوربه بتسقي بالشوربه بقى عادي، بتبقى طبعا احلى يعني. بس هظبط بقى الميه بتاعتي، واحنا كلنا عارفين طبعا ان الرز المصري كوبايه الرز ليها كوبايه ميه، اما لو بسمتي فهيكون كوبايه الرز ليها كوبايتين ميه. هرفعه على النار بقى، واول ما يتشرب هروح موطيه وخلاص. في الاثناء دي بقى هكون انا ايه احنا في اليوم ده كنا صايمين، وكان المغرب خلاص قرب جدا، فانا ايه شغلت على الرز كده، وبعدين بدأت ان انا احمر بقى على طول. بطلع بقى من التتبيلة، يعني بنزل اللي فيها شوية كده بسيطة، وبحط في البولة بقى حوالي ايه 3 4 حتت مع بعض، يعني مش حتة حتة، لا بحط حوالي، يعني انا حطيت 4 حتت. وهبتدي بقى اقلبهم كده زي ما انتوا شايفين، من تحت لفوق من تحت لفوق كده، ارفع فيهم وما اتكاش عليهم ابدا، عشان الكفر اللي بره ده يعمل التعريجات بتاعه الستريبس اللي هي الجاهزة، او الفراخ المقرمشة الجاهزة. فدلوقتي بكون بقى مولعة على الزيت، والزيت ما يبقاش سخن قوي، يعني يكون السخونة بتاعته كده معتدلة. فببتدي بقى بحط الفراخ وبخليها على نار متوسطة، يعني مش بعلي النار قوي علشان ما تتحرقش وتديني لون من بره بسرعة وهي من جوه تفضل نية، فالنار بتكون متوسطة. وبسيبهم بقى كده لحد ما يستووا. بكون انا عملت كمان غيرهم، دول بقى اول 4 قطع انا حطيتهم وهم لسه طالعين، بطلعهم على مصفى سلك مش على مناديل مطبخ عشان يفضلوا مقرمشين ما يطروش. شايفين التعريجات اللي فيها والقرمشة، وما شاء الله طعمها كان تحفة جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة. بكده بقى كنا خلصنا خلاص الاكل، وكانت كمان كنت طفيت على المقلوبة برضو كانت استوت. دلوقتي بقى هقلبها في الصينية اللي استلس دي، بس طبعا كانت سخنة. أه بخبط عليها بقى عشان اي حاجة لازقة فوق تروح نازلة. فهي نزلت بقى كده عاملة زي التورتاية شكلها، وطعمها كان حلو جدا طبعا، يعني جربوها هتعجبكم ان شاء الله. المقلوبة دي أكلة فلسطينية، ربنا يا رب يفك كرب أهل فلسطين يا رب، ويرفع الهم والغم اللي هم فيه، وينصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. فمن الأكلات الفلسطينية الحلوة جدا، وطعمها فعلا رهيب. آه طبعا بقى مرضتش ان انا انزلها كده واقعد، قلت خليها تتحط بمنظرها ده كده على الاكل، وحطينا جنب منها الفراخ زي ما انتوا شايفين. آه يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه.
أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.